السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان هي كبرت اخواتها. هي عندها 3 بنات وولدين. فمامتها كانت تعبانة وبابا كان تعبان، فكلهم اخواتها اتعلموا واتجوزوا. وهي بتقول طلعوني من ثانوية، طلعت من ثانوية عامة عشان اخدم ابويا وامي. وبعد كده اخواتي اتجوزوا، وكل شوية امي تقول لي ايه، ما تزعليش انت ايه قاعدة معانا، ان شاء الله ربنا هيكرمك، ما تزعليش. فقلت لها لا مش زعلانة، بس كان امي كانت بتاخد بالها لما اي حد بيتجوز من العيلة او من قرايبي اصغر مني. وانا بقول ايه، عشان خاطر امي وعشان خاطر ابويا عينين وانا بخدمهم وكده، ايه معلش ربنا هيعوضني. على طول تقول لي معلش ربنا هيعوض. فبتقول كان في واحد في الشارع عندنا كان مسافر ورجع وراح متقدم لي، شاب محترم ومن عيله كويسه، وكلهم عارفين ان هو محترم وكويس. فامي ايه قلت لا بلاش، عشان ايه انا بخدمهم. قال لها ايه ما تقلقيش وكده، برضه هتراعيهم ومش مش همسك عليكي في حاجه، توقتي تنزلي تشوفيهم عايزين ايه، وكده كده اخد لك شقه ايه جنبهم، عشان ما يبقاش الموضوع صعب عليكي، تشوفيهم عايزين ايه وتطلعي تشوفي حاجتنا، وانا عمري ما همنعك عنهم. فبتقول كانت البدايه كويسه، وانا كنت خايفه ان هو يقول كده وما ينفذش اللي هو بيقول له، وبعد كده يحرمني منهم. وانا ما اقدرش، انا ضحيت بكل حاجه عشانهم. قلت ربنا يكرمني عشان انا بخدم امي وابويا وايه، وما لهمش حد غيري، اخواتي كلهم كل واحد في حياته ومحدش دعوه. راح قال لها لا والله ما تقلقيش في كده. راحت قالت له ايه خلاص ماشي. وما قالت لها ايه معلش وايه واتجوزي، عشان ما تحسسنيش ان احنا عقبه في حياتك، وانا عندي بقى عيال غيرك مش انتي بس. معلش وايه، وينظموا نفسهم ويجوا يخدمونا الفتره الاولانيه، ويا ستي بعد كده ايه جزقوا الايام عليكم يعني. قالت لها خلاص ماشي، واخواتها اتفقوا كده. قلت له انا كنت واثقه ان محدش هيسال فيهم، بس انا قلت برضو ايه، عايزه اعيش حياتي. امي زعلت وكده وعيت، وقالت لي ايه حرام عليكي انت كده هتموتيني. قلت عشان خاطر ما زعلهاش رحت موافقه. وكان فعلا كان نعمه الجوز، كان كويس جدا معايا وعمره ما قال لي حاجه وحشه، وكان بالعكس كان بيعني على امي وابويا. وبعد كده ابويا مات، وبعديها بشهرين امي ماتت. فبتقول انا كنت حزينه جدا، ان كان بقول كان ربنا بيكرمني عشانهم هما، مين هيدعي لي بعدهم. بس كان اللي مصبرني ان ايه، ان انا ما قصرتش معاهم في حاجه. وكانت نفسيتي زي الزفت. بعد كده حماتي تعبت، قلت بس انا كده ايه هبر امي وابويا في حماتي. وبالرغم ان هو عنده اخوات تاني، بس انا قلت لا انا اللي هاخدها وانا اللي هخدمها. وفعلا دي حقيقه، بالرغم ان هو كان ابنها، كان يعني كان بيعوضني ومقدر ان انا بخدم امه. كان يقعد يقول لي انت ست، انت ونعمه الزوجه، طب انت عايزه ايه، طب اسوي ايه، طب اجيب لك ايه، طب اعمل لك ايه اللي انت عايزاه. تقول له ولا اي حاجه، هي زي امي وانا ببر امي فيها. وبعد كده راحت ماتت. دول حزنت عليها، رغم ان ربنا كرمني بعيال وكنت بتعب وبروح وواجي، بس ما كانش كان ربنا مديني قوه عشان خاطر اخدمها. وبعد ما ماتت جوزي قال لي هطلعك عمر. قلت له طب معلش، طب انا اختي بنت اختي عايزه تتجوز، وظروف اختي مش ما تسمحش يعني وكده. فبدل ما تطلعني عمره اجوزها بيها وتكسب ثوابها. قال لها وانا مش هردلك كلمه، هجيب جهاز اختك الناقص كله، وبرضه انت تطلعي عمر. فبتقول ربنا كرمني اخر كرم، من دعوات حماتي ومن دعوات امي ومن دعوات ابويا. وجوزي كان يعني ده كانت اكتر نعمه ربنا نعمها عليا. وعيالي ربنا يهديهم لي كويسين جدا معايا في التعليم وفي التربيه وفي كل حاجه. فانا قلت هي دي مش مشكله ولا حاجه، بس انا قلت اقول لكم ان ربنا بيعوض، واللي بيزرع خير بيلاقيه خير، واللي بيزرع شر بيلاقيه شر. فلو ربنا، لو احنا كنا نتقي الله في حمواتنا او في امنا وفي ابونا ونراعيهم، وزي ما ربنا قال نتقي الله فيهم ونبرهم، ربنا هيعوضنا اخر عوض. فدي موعظة، ان تبر امك ربنا هيكرمك في كل حياتك وفي كل عيشتك، في ولادك وفي جوزك. يعني ربنا سخر قلب جوزها ليها، ان قلوب الناس كلها في ايد ربنا، يغير من حال لحال. فلو مشينا بنرضي الله واتينا ربنا هيصلح حياتنا كلنا. وانتوا قلنا رايكم في التعليقات ايه. وبلا عليكم بقى لايكات بقى، عشان الريتش واقع خالص، حرام كده والله. يا اما انتوا كده مش عايزين نعمل فيديوهات تاني، فلايكات كده بقى وشيروا الفيديو.
يلا السلام عليكم، وصلوا على النبي، صلوا على النبي يا جماعه، والسلام عليكم في فيديو جديد. يا سلام.